السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم زوج وصفات في فيديو واحد. جبت لكم بات فيتي من اروع الوصفات اللي جربتها، بنينه خفيفه ما تزقهمش، صدقوني تجي بنينه روعه، جربوها وقولوا لي. جربت لكم بها كما راكم تشوفوا الكوكا هذه اسمها. تجيكم مقرمشة طايبة حمرا مورقة. نعطيكم السر تاع الطياب تاعها، كيفاش حتى تجيكم هكذا مورقة. انا كنت جربت زوج، جربت هذيك كوكا وهذه، هذيك تدك مع النص برك وهذه نورمال. نروحوا مع بعضنا لطريقة التحضير. هنا عندي كيلو تاع فرينة وزنوها كيلو قد ولا زوج كارة كومبلي، فرغوها، ديروا لها مغرفة كبيرة تاع الخل ومغرفة كبيرة ممسوحة فهمتوني تاع الملح، ما فيها لا زيت لا والو. هذه لاباط هذا واش فيها كيلو فرينة، مغرفة تاع خل، مغرفة ممسوحة تاع الملح يكونوا كبارة، وزيدوا زوج كيسان كومبلي تاع الماء يكون بارد. اذا كنتو في الصيف ديروه ما بارد مليح، واذا كنتو في الشتا ديروه من العين نورمال، ليسونسيال يكون بارد فهمتوني. هنا كما راكم تشوفوا زدت زوج كيسان كومبلي في الكيلو، درت زوج كيسان ضربة واحدة، ومن بعد الكاس الثالث فرغت منه نص ونشوف فهمتوني. هكذا هاني زدت دوكا درت ربع ونزيد نشوف. سمع على حسب نوع الفرينة. هكذا نحيو العجين الزايد باش نقدروا نخدموا آليز. ومن بعد لقيتها باللي مازالت تكملت هذاك الكاس. زعما في هذا الكيلو شحال درت 3 كيسان كومبلي، مي نتوما اخدموا الزوج كيسان الاولين تاوعكم عادي فهمتوا، فرغوهم كومبلي ضربه واحده. ومن بعد الكاس الثالث اقعدوا تزيدوا فيه بشوي، باسكو ما نحتاجوش لاباط تكون طريه كيما نتاع البيتزا والبرجر، لا وما نحتاجوهاش تكون يابسه كيما تاع الكسره، لازم تكون لاباط حاكمه روحها مي نقدروا نحلوها فهمتوني، يعني تكون مليحه برك. شوفوا دوك تشوفوا كيفاش يكون القوام تاعها. انا دات لي الكيلو هذه الفرينه اللي خدمت بها، انا دات لي 3 كيسان قد نحكموها نعجنوها. اللي عندها البيترا ماشي مشكل تخدمها بالبيترا، يكون افضل وافضل فهمتوني. اللي عندها البيترا تخليها تتعجن في البيترا واحد 5 دقائق ولا وحطوها. اللي ما عندهاش نورمال اخدميها كما راني نخدم فيها انا، حلوها عجنوها واحد 5 دقائق ولا وحطوها تريح. شوف مانيش نقطع فيها، راني نعجن فيها برك، نلم فيها برك. شوفوا هكذا اللي قلت لكم لاباط ما تكونش طريه خلاص وما تكونش يابسه خلاص. نغطيوها ونحطوها فوق الطابله ولا فوق البوطاجي، تريح لنا 5 دقائق. 5 دقائق ما راح تخليوها ساعتين في الفريجيدير ما والو. قلت لكم سهله ماهله هذه لاباط. بعد شوفوا جبت 500 غرام في الكيلو، نديرو 500 غرام تاع زبدة التوريق. شوفوا لهنا هذه الطريقة باش تسهل لكم العملية تاعكم. نهزوها نقسموها على نص، وكل نص نقسموها على 3 فهمتوني، باش نتحصلوا عليهم هكذا يكونوا مستطيلات، نلصقوهم في بعضهم ومن بعد نحلوهم يجيونا ساهلين، خير من تقعدوا تخبطوا فيها هكذا. شوفوا هكذا بك قسموها على 6 يكونوا متساويين، خبطوها شويه برك، راح شوفوا شويه برك تتلم لكم في بعضها صح. شوفوا لهنا بعد ما تخبطوهم هكذا شويه برك حتى تطرى لكم. قلت لكم لاباط تاع عفوا الزبده تاعكم حلوها فوق هذيك الورقه تاعها، الورقه هذيك اللي نحيتوها منها حلوها فوقها، حلوها قدها قد في الحجم. شوف ها حلوها فوقها هكذا، حطوها اكوتي. بعد تجيبوا العجينه نتاعكم، رشوا شويه تاع الفرينه، ما ترشوش بزاف كشغل باش تعاونكم برك باش تحلوها فهمتوني. رشوا شويه برك هكذا تاع فرينه، ومن بعد بداو تحلوا لاباط تاعكم. راني قلت لكم ما تعمروهاش بالفرينه، شويه برك
هكذا باش تعاونكم في الحلال. نحلو لاباط ما تكون رقيقه خلاص، ما تكون خشينه خلاص، نحلوها متوسطه. شفتوا مادام حلينا الزبده هذيك قد العجين، قد الورقه نتاعها، الغلاف تاعها هذيك، واش نديرو العجينه نحلوها الدوبل تاعها، فهمتوا؟ شغل كيلو على هذيك اللي حليتوها، حلو الدوبل تاعها هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا. فوالا هكذا تكون الدوبل تاعها. بعد لكم شويه باش تشوفوا. شوفوا ما راهي رقيقه خلاص، ما راهي خشينه. بعدا نحكموا هذيك الزبده نتاعنا نحطوها في النص هكذا، ومن بعد نقلبوا عليها النص الفوقاني ونزيدو نقلبوا عليها النص التحتاني، نلظوها مليح وسيو ما تخليوش فيها الهواء، فهمتوني؟ سيو ما تخليوش فيها الهواء. ومن بعد زيدوا سكروها من الجوانب وبداو تخبطوا فيها هكذا باش هذيك الزبده تطرى لكم شويه، كي تحلوها تجيكم سهله. شوفوا هكذا اخبطوها عندكم ما ديروا الحس، ومن بعد بداو تحلوا فيها هكذا، حلوها بالطول هكذا. وكيف كيف ما تحلوهاش رقيقه خلاص وما تحلوهاش خشينه خلاص. انا جيت نطبقها لقيتها مازالت صغيره، عاود حليتها. سهله خلاص هذه لاباط فيتي. وكما شفتوا كيلو، درت كيلو فرينه 500 غرام، خرج لي 2 كيلو قولوا 200 غرام. شفيتش قد تما تخرج لك كونتيتي الله يبارك. قسموها حطوها في الكونجيلاتور، وقت ما تبغيو تخدموا بها تجبدوها. شفتوا الطريقه اللي نطبق بها كيفاش تجي، كيفاش درت؟ قسمت قلبت هذاك الاول شويه برك، ومن بعد قلبت هذيك من الحاشيه، عاودت حتى نديتها ليه الفوق خلاص. ايوا ومن بعد زدت طبقتها في النص، فهمتوني؟ ومن بعد زيدوا اخبطوها شويه. الصوره راهي توضح، ما يشقاش نهضر، يعني الصوره راهي وحدها توضح، فهمتوني؟ ومن بعد تعاودوا ترشوها بشويه تاع الفرينه، تخبطوها وتحلوا. شوفوا كيفاش طبقتها، شوفوا. ومن بعد نزيد نهز منها، هكذا، فهمتوني؟ هذا راهو التور الثاني يا اخي، يعني هذه التطبيقه الثانيه. شوف نزيد نخبطها هكذا، ومن بعد نزيد نحلها. هذا راهو التور الثاني بركه، حنا نديرو فيها 3 توير، فهمتوني؟ هكذا. بعد نحلوها نورمال. تقدروا تخليوها 5 دقائق في هذه المرحله، خليوها 5 دقائق باش تعاونكم كي تعاودوا تحلوها، يعاونكم شويه، فهمتوني؟ فوالا. يعني كي تطبقوها التور الثاني خليوها تريح 5 دقائق ولا، وعاودوا وليو ليها. شوف نهزها، هنا راهي لازقت لي شويه باسكو ما درتش الفرينه بزاف. شوف نهزو الطبقه الاولى راح نقلبها، لازقت لي شوي. شوف نقلب التور الاول، نزيد نجيب من الحاشيه حتى ليه هكذا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد واش ندير؟ نحكم الحاشيه هذه نعاود نحطها عليه هكذا، فهمتوني؟ هذا التور الثالث، فهمتوني؟ هكذا نزيد نحلها كيما من العاده، نزيد نحلوها. وفي التور الرابع سيبو، فهمتوني؟ هذا راهو التور الثالث، يعني هذا هو التور الاخير هكذا. نورمالمون تكونوا فهمتوني ان شاء الله يا ربي، بك تكونوا فهمتوني باسكو راهو كلش موضح. يعني راهي لا فوتو سيت نحكم لكم كلش هكذا، بعد لا فوتو باش نحكم لكم كلش هكذا. سي بون، في التوير والرابع نطبقوه، فهمتوني؟ هكذا. شفتوني الطريقه اللي طبقت بها؟ كي شغل جبت من الحاشيه للنص، وطبقتها على النص. خلاص تجي واحد لاباط فيوتي روعه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي 200 و190، 2 كيلو و190.
هنايا دوك نعطيكم طريقة الاحتفاظ بلاباط فيتي تبقى لكم حتى 6 شهور. 6 شهور في الكونجيلاتور ما يصرالها والو، تجبدوها ديكونجليوها وخدموا بيها. ربي يعاونكم. ما يصرالها والو، ما تفزد، ما يصرالها حتى حاجة، ما دير الريحة، ما والو كيما راهي هكذا تجبدوها. شنو كي ديروها هكذا في البابي فيلم، لضوه مليح، زيروها مليح كيما راكم تشوفوا. شوفي، زيريها مليح، ما تخليش فيها الهواء. ومن بعد هذوك الاطراف زيدي لميهم. هذوك الاطراف زيدي هكذا، زيدي لميهم، دخليهم في بعضهم مليح باش ما يدخل لهاش الهواء. وحطيها في الكونجيلاتور. انا لهنا درت 2 كيلات. الكيله الاولى كيما شفتوا لي خدمتها معاكم، دات لي كيلو فرينه 3 كيسان كومبلي تاع الماء. وفي هذه الكيله ما خدمتش بنفس الفرينه، شوفوا قداش قعد لي. درت 2 كيسان والثالث كاس غير 4. فهمتوني؟ شغل بقالي من هذوك 3 كيسان بقالي 4 كاس. فهمتوا؟ يعني اللي حاب قلت لكم الفرينه ديروه على حساب الفرينه، باسكو كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. هذيك اللي خدمت بها الاولى معاكم تشرب، واللي خدمت بها الثانيه ما شربتش. شفتوا شحال دات لي الماء؟ زعما قعدوا تزيدوا غير بالماء بشوي. هذه الكيله خرجت لي 159، باسكو اصلا الماء هو ناقص الماء. فهمتوا؟ الاولى خرجت لي 190، كي 2 كيلو 90، 2 كيلو 190. والكيله الثانيه اللي عاودتها وحدي خرجت لي 2 كيلو 160. سما هذيك 30 غرام راهي تاع الماء نورمال. شوفوا لهنا راح نسيها معكم الكوكا، راح نسيي معكم الكوكا. انا نبغي نديرها هكذا بتشكشوكه. قطعت شويه بصله، حطيتها في الكوكوطه باش ثم طيب لي. درت قولوا 2 حبات متوسطين تاع البصله، قطعتهم كاريات، درت لهم شويه زيت، حطيتهم شويه تقلاو، زدت عليهم 2 فلفلات حارين، درتهم حارين انا. ومن بعد كي طابوا حطيتهم معاهم وزدت عليهم حبه طماطم تكون شويه كبيره. وهذه الطماطم اللي خدمتها معاكم ثاني حطيتها، درت لها سنه تاع الثوم، ودرت لها شويه ملح تكتوكه نورمال، شويه ملح وشويه ثوم بودره. درت الثوم هذا وزدت ثوم بودره، نشتي الريحه تاعو نشتيها انا. مامي مد واحد الطعم يجي يسخف. درت شويه فلفل كحل، ها شويه ملح شويه ثوم شويه فلفل كحل، شويه طماطم شويه فلفل احمر. درت انا الحار، ودرت نص مغرفه تاع طماطم مصبره. فهمتوني؟ بصله وفلفل وطماطم، ودرت شويه طماطم كونسونطري، شويه فلفل حار وشويه ملح شويه ثوم شويه فلفل كحل. وجبت لهنا كيلو. شغل شفتوا انا اللي خدمناها قبيل خدمنا 2 كيلو يا اخي. انا هزيت النص تاعها ها باسكو راح نخدم في البلاطو. البلاطو فيه 40 على 40، سي بور سا راح نخدم بكيلو. فهمتوني؟ بلاطو راح ندير كوكا من فوق ومن تحت. هزت لي كيلو، البلاطو فيه 40 على 40. شوفوا لهنا نهزو النص الاول، نديرو شويه تاع الفرينه باش تعاوننا في الحلال كيما راكم تشوفوا. هنا لاباط ماشي لازم تريح ولا تخليها في الفريجيدير، ولا حطيها في الفريجيدير تريح شويه من بين ما تخدمي الحشو تاعك وجبديها خدمي بها. ماشي لازم تبات ولا ميم با نص ساعه تكونوا وجدتوها وكملتوا هذه الكوكا. وتقدروا تخدموها دوك تحطوها في الكونجيلاتور. في رمضان تجبدوها كيما نقولوا نص نهار، ولا جبدوها وجدوا الشكشوكه تاعكم اخدموها نص ساعه قبل الاذان وروحوها طيب. هكذا نحلوها قد سمعنا واش راني ندير. الكيلو جبدتو قسمتو على النص، قدمت بيه من فوقه ومن تحته. هاي حليتها قد لقيت البلاطو. بلاطو فيه 40 على 40. فوالا. ما تحلوهاش خشينه باش تورق لكم. هنا السر تاعها انكم باش ما تجيكمش معجنه. بداو الاسرار. شوفوا باش ما تجيكمش معجنه لاباط فيتو تاعكم. دوكا نقول لكم ما بين ما راني نخدم فيها وانا نشرحكم نفهمكم كيفاش ديروا. حلوا الفور تاعكم قويوا لاقصى درجه. فهمتوا؟ الفور تاعكم حلوه 20 دقيقه نص ساعه، خليوه يحمل يسخن لكم اعلى درجه. فهمتوا؟ ومن بعد واش ديروا كي تخدموا الكوكا تاعكم هكذا، تحطوا شكشوكه تزيدوا لها الفرماج وتزيدوا ديروا لها الطبقه الفوقانيه هذيك يا اخي. التاو معايا فيها الدرتي باسكو الخدمه هذيكم تعرفوا كامل تخدموها. التاو لي فيها الدرتي كي تلوحوها كي تخدموها هكذا وتخلصوا تلوحوها وتخلصوا وقطعوها. فهمتوني؟ قطعوها ولوحوها في الكونجيلاتور. لوحوها تبرد مليح 5 دقائق 10 دقائق تبرد، ماشي تجمد، تبرد. قولوا لي علاش؟ باش كي نلوحوها في الفور والفور يكون سخون بزاف يصرى لها هذاك الشوك.
فهمتوا؟ هي تكون بارده بزاف والفور يكون حامي بزاف، يصرى لها هذاك الشوك تتورق لكم. فهمتوني؟ هذا هو السر اللي بزاف ما يعرفوش باش ما تجيكمش معجنه تتورق لكم. لوحوها في الكونجيلاتور ومن بعد جبدوها ولوحوها في الفور تاعكم، دهنوها بالبيض برك ولوحوها في الفور. لوحوها في الفور يكون ساخن، يكون ساخن مليح مليح. فهمتوني؟ يكون ساخن مليح. ومن بعد واش ديروا 5 دقائق برك، 5 دقائق وحلوها. مش حلوها قصدي نقصوا لها في الغاز، خليوها 160 170. فهمتوني؟ خليوها 170 وخليوها طيب. كي تبدا تحمر لكم شويه من تحت شعلوا لها من فوق وتكون غوجت لكم، تجيكم بواحد التقرميش، واحد البنه قسما بالله ولا غير تجبنينه على تاع برا. هاي جامي دوقت كوكا كيما الكوكا اللي نديرها انا، مانيش نفوخ والله مي ولا غير صح ولا غير تجبنينه ما شاء الله. وهذه كامل يقولوها لي ناكل كوكا تاعي كامل يقولوها لي. خويا يقول كي نقولوا شري ولا يقول لي اخدمي خير، فضلتي تعرفي تخدمي خير من تاع برا. فهمتوني في طريقه الطيب تاعها البنات؟ ان شاء الله باك تكونوا فهمتوني. واي حاجه ما فهمتوش خلوا لي كومونتير، راني ريبوندي على لي كومونتير وراهم يبعثوا لي في تطبيقاتهم في الفيسبوك راني نجاوبهم. اللي تبغي تخدم حاجه ولا تبعث لي الفيسبوك ثاني راني نجاوبكم. شوفوا لهنا الزيتون هذا كبير، جاني كبير، والحبات تاعي صغار. واش وليت درت كسمتها، يعني الحبه وليت كسمتها قطعتها على قداش من مورسو ودرتها باسكو جاني كبير بزاف الزيتون يجي شامت لو كان نديرو في الحبه تتغطى نصها. ليسونسيال كيما قلت لكم هكذا لوحوها في الكونجيلاتور، خليوها تبرد مليح ولوحوها في الفور يكون مسخن مليح باش يصرى لها هذاك الشوك تتورق لكم. نعاود الحضره بزاف معليش على بالي بصح ليسونسيال باش تفهموا هكذا خير باش تفهموا. شوف متجي معجن او تجي تسخف صدقوني ولا غير تجي قنبله في البنه، قنبله هذه قنبله صح. وراح نشارك معكم وصفات واحد اخرين بلا زبده التوريق، نديروها بالمارغرين نورمال، نديروا البات فيتي تاع الزيت، نديروا البات فيتي تاع الروبو، كاينه وحده تاع الروبو نجربهم معكم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. ما تنساوش تخليوا لي رايكم، تخليوا لي تعليق باهي، تلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله.